طب صالح الطفل، انت امم. اتولدت في بيت والدك، انت بتقول عليه الله يرحمه ان هو كان شخص متصالح مع نفسه جدا، امم. مش بيحاول يثبت حاجة لحد. ايه ده، انت شفتي الحاجات دي وشفت منين؟ الحاجات دي، ايش. ووالدتك زي اي ام اصيلة عايزاك تبقى احسن واحد في الدنيا صح. واشطر من قرايبك وجيرانك والناس كلها، وتبقى صح. رياضي وتبقى فنان وتبقى كل حاجة. اه. انت بقى كطفل عشت التناقض ده ازاي؟ ما هو ساعتها الحمد لله ان انا كنت طفل مش زي الاطفال بتوع الزمن الحالي اللي الزمن ده. فاهمين. لا، الطفل دلوقتي فاهم كل حاجه وعارف الامراض النفسيه وعارف ان هو وعارف الباوندريز والحاجه. احنا على ايامنا في طفولتنا ما كناش عارفين كان عندنا حاجه اللي هي بتاعت نعيم الجهل ده، يعني بنعيش ان هو احنا فعلا كده. كاطفال. فبالتالي بالعكس انا اللي كان بيحركني هي الشقاوه. يعني ان انا وانا صغير ان انا عشان شقي وعشان بستكشف وعشان عنيد، فانا ربيت نفسي في الشارع. يعني في تربية ماما، في تربية بابا، في تربية الشارع بقى. اللي هو انت ساعتها انا مش هعرف ارجع اقول لهم ان انا هببت المصيبة دي، فانا هحلها مع نفسي في الشارع. فهي دي اللي بتعلم. للاسف الجيل اللي طالع هيبقى ذكي وهيبقى شاطر وهيبقى متعلم جدا، بس هيبقى ما عندوش بقى دي، ما عندوش الحياة. الذكاء الاجتماعي اللي انت بتتكلم الذكاء عليه. الاجتماعي، يعني هتلاقي الناس كلها بتتخانق مع بعض على بدون مش فاهمين اصلا ازاي